السلام عليكم بنات، نتمنى تكونوا على خير وبخير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم واحد الكيكة اللي صحية وجد جد رائعة ومفيدة بدون دقيق أبيض وبدون سكر. خليكم معي نشوفوا طريقة التحضير. نبدأ على بركة الله في الطريقة. غنحتاجو كاس ديال الدقيق الكامل، متكونش شي نخالة، كاس ما بين الزنجلان ولوز وكركاع، كاس ديال الزيت، كاس ديال دانون، جوج معالق ديال العسل، جوج ديال البيضات، ساشي ديال السكر فاني، جوج معالق ديال الكاكاو، جوج خمارات ديال الحلوى، وغنحتاجو البنانة وحدة. في الخلاط دابا غنضيف جوج ديال البيضات، وغنضيف الكاس ديال الزيت، ونضيف ساشي ديال السكر فاني، وغادا نطحنهم، نضيف قطع ديال البنان، ونضيف كاس ديال دانون عادي، انا استعمل دانون مسوس، وغادا نضيف جوج معالق ديال العسل. عند هاد الكيك غتجي بدون سكر وبدون دقيق الابيض، تجي صحيه وكتجي زوينه. يمكن لكم تعوضوا العسل بالتمر. وغادا نطحنهم مزيان، نخلطهم بما تخلط ليا العسل مع دانون وطحن البنان. ملي طحنتهم دابا غنضيف الخليط في الاناء بعد ما طحنتو، ودابا غنضيف عليه كاس ديال الزنجلان والكركاع واللوز اللي مطحون ومحمر، وغادي نخلطهم مزيان حتى ينسجم ليا المكونات مع بعضها. البنات هاد الكيكه كتجي صحيه وزوينه وسهله في نفس الوقت. دابا غنضيف كاس ديال الدقيق القمح، ما فيش نخاله، دائما العبار الكاس ديال العنبه، وغادي نخلط. ودابا غنضيف جوج معالق ديال الكاكاو، ودابا البنات غادي نخلط باش الكاكاو نحاول نخلطو مع العجين كيف ما كتشوفوا بحال هكا. الصراحه واحد الكيكه اللي كتجي صحيه، نتمنى تجربوها. واللي ما مشترك في القناه يشترك عندي في القناه فضلا وليس امرا. ودابا البنات غادي نضيف الخميره، جوج ساشيه ديال الخميره ديال الحلوى، وغادي نخلط الخميره حتى تنسجم ليا مع العجين. من بعد ما خلطت حصلت على القوام هذا كما كتشوفوا بحال هكا. ودابا المول اللي غندير فيه انا هاد الكيك، درت لي بابي كويسون، درت شويه ديال الزبده ودرت لي بابي كويسون. ودابا غنضيف فيه العجين في الوسط كما كتشوفوا. ودابا البنات من بعد ما ضفتو في المول، غندخل الكيك يطيب في الفران.
ونتلاقاو إن شاء الله مع الشكل النهائي ديالو. ودابا البنات من بعد ما خرجت الكيك من الفران، هذا هو الشكل ديالو الصراحة جا كيشهي ما شاء الله. ودابا البنات غنزولو من المول، غنديرو في الطبسيل اللي أنا غادا نقدمو فيه، وغادا نسقيه من الفوق بالعسل وهي مازال سخونة، غندير لها العسل من الفوق. ومن الفوق كل واحد وكيفاش بغا يزينها، اللي بغا يزينها بالكاوكاو من الفوق، اللي بغا يزينها برقائق ديال اللوز، كل واحد ولها الاختيار. انا عندي اللوز مهرمش ولا غادا نرشو فوق من الفوق. صراحة كتجي غزالة وصحية وزوينة، يعني بدون دقيق ابيض، بدون سكر، صراحة صحية وجد جد رائعة، نتمنى تجربوها. ودابا البنات من بعد ما دهنتها مزيان من الفوق بالعسل، دابا انا غندير فوق منها لوز مهرمش بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، غندير فوق منها بالكامل. صراحة جات رائعة زوينة بزاف، نتمنى تجربوها. هذا هو الشكل ديالها الصراحة جات رائعة، ومن الداخل صراحة جات روعة. كنشوفوا من الداخل ديالها كيفاش جات رائعة الصراحة. تستاهل تجربة، يعني بدون دقيق بدون سكر، غير بالدقيق ديال القمح اللي صحي. ويعني بحال كديري فيها غير العسل في عوض العسل تعوضيه بالتمر، الصراحة كتجي جد جد رائعة، نتمنى تجربوها. هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم ويكون خفيف على القلوب ديالكم. وما تنساوش تشتركوا في القناه وتبارطاجيو مع الاهل والاحباب ديالكم ويوصلكم ديما الجديد، وتكملوا الفيديو حتى الاخير. نتلاقاو ان شاء الله مع وصفه جديده ومع فيديو جديد ان شاء الله. وشكرا لكم بزاف بزاف على المتابعه. بسلام عليكم.